هل ممكن حد يبقى طالع من علاقه واتاذى فيها ومش عاوز يتعافى؟ هو مش عاوز. ازاي؟ عشان لما يرجع لي اقول له على فكره انا ما دخلتش حد في حياتك، كنت بحبك، استنيت، انا كنت مخلص. المايند سيت ده بتاعه. في حد تاني اللي هو طب ابويا مات وانا مش عاوز اتعافى، عشان تقول انت لو تعافيت معناها ان انا ما كنتش بحبه قوي. انا واحد، هل لو ابويا مات وانا بدات افرح في حياتي، اتجوز، اخرج، هل ده هنا معناه ان غير وفي لابويا؟ هو مش عايش دور الضحيه. انا مش عاوز اواجه الفكره دي. هو خطوات التعافي اكسبت اللي فات وابديت اللي جاي. انا مش عاوز اتقبل انه حصل، فهقول ايه؟ مشي، مش هقول مات. هو اسمه مات ولا مشي؟ ما مشي معناها ايه؟ شويه وراجع. اما مات يعني ما فيش رجوع. ومعنى انه مات انا هتصرف تصرفات انه مات. انا كان نفسي ابويا عشان ما فيش، هي خلصت، رسالته خلصت. بس هو محمدي ربنا ان هو مات وهو راجل كان صالح، ان هو لغايه النهارده انت بتدعي له، لان لو واحد تاني كان زانح محاسبين عليه. يبقى هو الراجل لغايه اخر لحظه مجاوب في ورقه اسئلته تمام، واخد فول مارك ناحيته كأب. الحمد لله، ربنا يكتبها لنا ان لما اموت عليه يترحموا عليا، صح؟ لا بس انا كان نفسي